الآن هذا البرنامج برعاية طبعا الاسبوع دوت في مصر هو حديث المدينه عن ايه؟ ان شاء الله يوم الخميس الجاي عندنا اجتماع البنك المركزي المصري. يمكن ده حديث الساعه في مصر، حديث الساعه وحديث المدينه كمان. يمكن الاسبوع اللي فات كان حديث العالم كله عن الفيدرالي، وزي ما احنا شفنا الفيدرالي طلع يوم الاربعاء وكان حديث العالم كله هل الفايده، ايه اللي حصل في الفايده، ايه اللي حصل في اوكيه الذهب. ولكن بقى ده كان الاسبوع اللي فات يوم الاربعاء، كان على مستوى العالم كان في خبر الفيدرالي. نيجي بقى لمصر. مصر عندنا اجتماع البنك المركزي يوم الخميس الجاي، فتلاقي بقى كل الناس مستنيه بقى الاسئله المهمه. هو سعر الفايده هيثبت ولا الفايده هتعلى؟ والسؤال ده ناس كتير جدا سالته الفتره اللي فاتت. بقى هتلاقي اليومين دول كل الناس بتقول بقى هل هيثبت سعر الفايده، هل هيرتفع سعر الفايده. طيب والسؤال الثاني بقى اللي انا النهارده جاي لكم بلغه يعني الجمهور، او مثلا راي الجمهور في مصر بيتكلم عن ايه خلال الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي كله بيتكلم عن سعر الفايده، هل هيثبت، هل هترتفع. السؤال الثاني بقى والمهم، هل في تعويم ولا لا؟ طبعا مفيش حد يعرف في تعويم ولا لا، محدش يعرف الكلام ده، كله يعرف عن طريق البنك المركزي. ده حديث الشارع في مصر، كله مستني يوم الخميس في سؤالين: هل الفايده هترتفع، هل في شهادات هتطلع، هل في تعويم، هل في لا. محدش يعرف الكلام ده. احنا بنتكلم في القصه دي، مهمتنا ايه؟ انا ما اجي اتكلم بقى اتكلم على الشغل بتاعنا بتاع الذهب. يمكن السؤال سواء في تعويم او ما فيش تعويم الله اعلم. السؤال هنا بقى، هل ده يتاثر على سعر الذهب في مصر؟ تاني، هل الاجتماع بتاع يوم الخميس الجاي ده هيأثر على سعر الذهب في مصر؟ هل الذهب هيرتفع؟ هل الذهب هينخفض؟ السؤال ده مهم جدا. طيب هنيجي نبص كده، احنا بنيجي نتكلم عن الذهب، احنا بنتكلم عن الذهب العالمي. يعني ايه؟ يعني سعر الذهب ده سعر عالمي. دلوقتي كام؟ دلوقتي بالظبط الأوكية 31 جرام و10، ده وزنها. طيب سعره كام عالميا؟ يبقى سعر الجرام عالميا هتقسم ال 2019 على 31.10 اللي هو الوزن بتاعه، يطلع بكام بالظبط؟ بالظبط سعر الجرام عيار 24 على مستوى العالم كله وليس على مستوى مصر كام؟ هيطلع حوالي 65 دولار. يعني ايه حضرتك دلوقتي لو قاعد قدام النت عامة اكتب سعر الجرام على 24 في أي دولة، أي دولة عربية، أي دولة أوروبية، هتلاقي بالظبط سعر الجرام على 24 بكام؟ ب 65 دولار. السؤال هنا بقى، سواء الدولار ارتفع انخفض، أنت بتتعامل مع الذهب أكنه سعر عالمي. طيب يبقى احنا بالنسبة لنا إيه؟ الخبر ده بتاع يوم الخميس هيأثر على سعر الذهب؟ مش هيأثر. ليه بقى؟ طب احنا بنقول بالذهب ليه؟ تعال بقى نشوف الذهب في مصر بكام. الذهب في مصر يمكن مسجل تقريبا النهارده فوق ال 3000، حوالي 3200 وكسر. لو جيت حضرتك مسكت سعر الجرام عيار 24 في مصر، احنا قلنا كام حضرتك؟ كام؟ 65 دولار. اضربه في سعر البنك قول 31، هيديك سعر العالمي حوالي، المفاجأة بقى تعال شوف المفاجأة، يمكن في فرق حوالي 1200 جنيه تاني. يبقى سعر الجرام في الذهب في مصر عيار 24 مختلف عن بورصة عالمية حوالي 1200. ليه بقى؟ اللي الناس بيدربوا سعر الذهب حسب السوق الموازي. فهل الخبر بقى بتاع البنك المركزي يوم الخميس هيأثر؟ لا مش هيأثر بأي حاجة، ان الذهب ده سعر عالمي. لو الدولار هيرتفع، شوف الناس بسعر الدولار كام بره في بتوع الذهب بأرقام غريبة طبعا. ولكن احنا بنيجي نتكلم عن اجتماع ان شاء الله بتاع يوم الخميس، احنا اهم حاجة عندنا الذهب. الذهب في مصر لازم تعرف ان مرتفع، والناس بتدربه بره حسب السوق الموازي بأسعار زي ما حضراتكم عارفين يعني. فانت كده كده سعر الذهب في مصر مرتفع، يعني حتى لو في ارتفاع في الدولار مش هيأثر بشكل قوي جدا. ده نيجي للسؤال اللي هو اتسأل الاسبوع ده او يمكن يومين.
يمكن كتير من المصريين يقول لك ايه، طب انا بقى كده انا هخلي زميلي اللي جاي من دوله خليجيه او من بره يجيب لي اوكيه او يجيب لي سبيكه واجي ابيعها في مصر. ما هي هي نفس القصه، هي نفس القصه. احنا بنوجه المشاهد على ايه؟ ان خلي بالك سعر الدهب ده سعر عالمي، يعني انت لو جبت من بره انت هتديله بالمصري بسعر كام؟ هي دي الفكره. فالسؤال بقى اللي بيتسال لكثير من الناس، هل اشتري دهب من هنا ولا من مصر؟ طبعا احنا نفضل نشتري من مصر طبعا. يعني طبعا في حسب القواعد واللوائح، الناس اللي بتسافر في قواعد في الوزن والقصه دي، ولكن زي ما انتم شايفين موسم كل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب والعمرات قربت، تبدا الناس بتبدا تفكر هو انا مثلا ينفع اجيب من بره؟ لا، خلي بالك هو السعر ده سعر عالمي سواء هنا او هنا، ولكن انت لازم تعرف ايه بالنسبه لنا انت بتتعامل ازاي، او بتعرف سعر الاوكيه ازاي، او سعر الجرام ازاي. يبقى اذا الناس اللي بتتكلم تقول لك انا ممكن اجيب دهب من بره وابيعه هنا، هي خلي بالك. ده بقى نتيجه ايه؟ ان طبعا الدوله بالصراحه بتحاول تحد من موضوع ارتفاع الذهب. واحنا قلنا يمكن هنا الاسبوع اللي قبل اللي فات قلنا يمكن في ماكينه الاي تي ام بدات تبيع سبائك الذهب، عايز تشتري جرام 2 جرام. كان في مؤتمر من اسبوعين تقريبا او معرض مجوهرات، وكان في اول ماكينه، مع العلم ان الماكينه دي موجوده في بعض الدول من 15 سنه فاتت. بس ده معناه ايه؟ ده بيحد من الضغط على الناس تبدا تفكر بقى اشتري من بره مش اشتري من بره. طيب يمكن احنا اهو جاوبنا على السؤالين. السؤال الاول الاجتماع بتاع البنك المركزي، هل هيأثر على سعر الذهب في مصر؟ هيرتفع وينخفض؟ مفيش الكلام ده. ليه؟ ان اصلا سعر الذهب عندك في مصر مرتفع، واحنا الناس كلها عارفه بالسعر بكام. انت لو جبت هي مش صعبه العمليه زي ما قلت لحضراتكم. طب السؤال الثاني، هل انا اشتري ذهب من بره ولا من مصر؟ انا افضل من مصر، انا افضل من مصر. احنا هدفنا المصريين اللي جايين من بره يجيبوا دولارات وليس ذهب، ده وجهه نظري، ان احنا محتاجين طبعا الدولارات افضل يعني. ده بالنسبه للسؤالين المهمين. ده بالنسبه لاجتماع البنك المركزي. وزي ما قلت لحضرتك لو عملت اي احصائيه، النت قدامك اهو، شوف سعر الجرام في اي دوله، في اي دوله هتلاقي حوالي 65 دولار. لو احنا بنيجي بنتكلم عن السعر ال 24 عيار 24، ده السعر دوت احنا بنثبته ليه؟ ان ده سعر بالنسبه لنا في البورصه شغالين عليه، مالناش دعوه بال 21. يبقى السؤالين دول كان من اهم الاسئله اللي انا حبيت ابدا بيهم حلقه النهارده، ان الموسم العمره جاي وموسم رمضان، بدا الناس بقى تبدا تفكر انا اجيب من بره، ما توجعش دماغك، هي. وخلي بالكم بقى يمكن الفتره اللي جايه هيبدا انتشر الماكينه، انت ممكن تشتري يعني انت عاوز دلوقتي سبيكه، انت ممكن تحط الفلوس او الكارت بتاعك تبدا يطلع لك سبيكه. يعني العمليه هتبدا تنتشر في مصر الفتره اللي جايه، بس هي عمليه وقت، كل حاجه بتاخد وقت. ده بالنسبه لاول فقره. نيجي بقى للنقطه المهمه. النقطه المهمه الفقره الاساسيه بتاعتنا هو ايه؟ التحليل الفني للذهب والعملات. طبعا يعني احنا نشوف على الذهب بقى، الذهب ايه اللي حصل فيه؟ طبعا الاسبوع اللي فات الذهب يمكن وصل لمستويات اللي قبل اللي فات مستوى تاريخي. المستوى التاريخي للذهب ده وصل الى عند كام؟ 1144 دولار. هنيجي نبص بقى للشرط بتاعنا. لو جينا نبص حضراتكم هنا ادي تحليل الذهب، يمكن هنا كاتب السعر دوت 2144. 2144 ده السعر العالمي، يمكن ده سعر تاريخي للذهب. طيب الذهب نزل كام الاسبوع اللي فات؟ يمكن الذهب وصل لمستويات كام؟ اقل سعر 1972 دولار واعلى سعر 2047 دولار. السعر الحالي كام؟ 2019. لو جينا شفنا كده الذهب، بص حضراتكم الذهب بدا يرتفع لقمه تاريخيه بالنسبه لنا. يعني الذهب فعلا ارتفع لقمه تاريخيه وبدا ينزل. الاحصائيه دي انا اعملها بشكل مختصر شويه. يمكن الفتره اللي فاتت الذهب لما طلع ل 2144 وبدا ينزل الى كام؟ 1972 تقريبا. الاوكيه نزلت كام؟ حوالي 172 دولار. تخيل من 2144 نزلت لكام؟ ل 1972 نزلت حوالي كام؟ 172 دولار. اتحسنت الاسبوع دوت، يمكن في تحسن، يمكن تحرك او زاد بنسبه 75 دولار. معناها ايه؟ ان الاوكيه بعد ما كانت مرتفعه بقت تنخفض ونزلت ل 172، بعد كده نزلت ل 144. في تحسن كام؟ اتحسن بشكل كبير جدا. يمكن اوكيه الذهب يمكن هنقول ايه؟ ارتفعت الاسبوع ده بنسبه كام؟ حوالي 75 دولار. طيب نيجي بقى نبص للذهب. هنيجي نبص للذهب بقى، تحليلاتنا ايه في الذهب؟ الذهب دلوقتي عند سعر كام؟ الذهب حاليا عند
$2119. يمكن الاحصائيه اللي جبتها لكم دي، الذهب كان عند 2144 ونزل ل 1972 وتحسن الى كام؟ يمكن وصل ل 2046 كمان. وصل دلوقتي حاليا كام الذهب؟ حاليا عالميا الذهب عند 2019. طيب الاسبوع دوت ايه توقعاتنا وايه التحليل بتاعنا؟ اقوى نقطه نقول صعود الذهب عند $2050. ده اقوى رقم، ده اقوى رقم. لان الذهب صعد الاسبوع اللي فات ل 2047 تقريبا. يبقى اقوى ارتفاع لما حد يشوف الذهب مرتفع عالميا عنديه فوق كام؟ فوق ال $2050، ممكن يوصل لمستويات 2060 و2070. ولكن كلمه السر بتاعتنا كام؟ $2144. يمكن اقوى صعود للذهب. طيب نيجي نبص بقى النقطه الثانيه. لما نحب نقول الذهب منخفض او بدا ينزل شويه، لو نزل شويه الذهب عند الرقم المهم ده $1980. لو حضرتك شفت الذهب تحت المستويات $1980 هنتوقع انخفاض الذهب ممكن يوصل لمستويات 1970 و1960 $. ولكن المفاجأة ان الذهب انخفض الاسبوع ده. الناس كانت بتتكلم من الاسبوع قبل اللي فات لما شافوا الذهب مرتفع، قال لك ده الذهب خلاص بقى نروح نشتري ذهب. خلي بالك زي ما احنا بنقول كل فترة، اي سلعة في البورصة العالمية ارتفعت لازم تلف وتنزل، واي سلعة بتنزل في البورصه العالميه لازم تلف وتطلع. هو السوق كده، هي ميزه البورصه كده، يوم تطلع ويوم تنزل. يبقى دلوقتي اقوى ارتفاع بالنسبه لنا للذهب حوالي $2050، واقوى انخفاض بالنسبه لنا للذهب $1980. السعر بين 1980 و2000 دي منطقه عرضيه. يعني ايه منطقه عرضيه؟ ما ينفعش ناخد قرار هو هيرتفع او ينخفض. ده بالنسبه لتحليل الذهب. احنا قلنا الذهب طبعا، وكان فيه خبر مهم جدا، خبر طبعا الفدرالي اثر فيه، وخبر التضخم اثر في ارتفاع الاوكيه. يعني الناس قامت الصبح يوم الاربعاء كان الذهب كان كام بالظبط؟ كان عند $1982. كان الساعه 9 بتوقيت القاهره. حلو، قامت الصبح كان في خبر الفدرالي الساعه 9، في خلال نص ساعه ارتفع بشكل قوي جدا، وبدا يرتفع وبدا يوصل مستويات 2019. ده بالنسبه لتحليل الذهب. نيجي بقى للتحليل الثاني والمهم بالنسبه لنا، هو الأقوى بالنسبة للعملات. يعني في سوق العملات عامة أقوى عملة بالنسبة لنا هو اليورو مقابل الدولار. ده من أقوى العملات. هنيجي نبص للشرط بتاعنا بتاع اليورو مقابل الدولار. طبعا في تحسن في منطقة اليورو. يمكن أخبار الأسبوع دوت، خبر التضخم وخبر الفدرالي أثر بشكل كبير جدا على الدولار. هنيجي نبص للمؤشر بتاعنا بقى بتاع اليورو مقابل الدولار. لو جينا بصينا هنا، أنا يمكن جايب لحضراتكم هنا بقى مؤشر الدولار، مؤشر اليورو. اليورو هتلاقي فيه تحسن. يعني اليورو من هنا بدأ يتحسن بشكل قوي جدا حتى وصل لمستويات عالية جدا، وصل لمستويات قوية جدا، يمكن تخطى الدولار 10 سنت. هنيجي نبص بقى للمؤشر الثاني. يعني اهو ادي اليورو مقابل الدولار الاسبوع اللي فات ده اتحرك ازاي؟ يمكن اعلى سعر وصل عند $1.10 واقل سعر $1.07 و40 نقطة. حاليا عند كام؟ $1.08 وكام؟ و96 نقطة. الرقم ده مهم جدا، طبعا مهم، ولكن الرقم التاريخي بتاعنا او القوي بالنسبه لنا الفتره اللي فاتت كان عند $1.10. طيب هنيجي نبص للدولار نفسه. الدولار حضراتكم هتلاقيه انخفض الاسبوع ده. يعني شوف مؤشر الدولار بدا ينزل ازاي. عشان كده انا يمكن جايب الدولار ومثبته شويه. ليه؟ ان كل العملات هتلاقي قوه الدولار قويه جدا. يعني يمكن بدا ينخفض بشكل قوي جدا الاسبوع اللي فات. ده نتيجه طبعا بعض الاخبار، ولكن بصفه عامه منطقة اليورو ارتفعت. يعني منطقة اليورو هو تحسن اليورو. يمكن شايفين المؤشر بتاعه مرتفع. يمكن احنا بنتعب طبعا في قناة الحدث والمصورين بتوعنا عشان يجيبوا الشرط بالظبط. هبص ارتفاع قوي في منطقة اليورو. أثناء إيه؟ أثناء الأخبار اللي حصلت في يوم الثلاث والأربع بدأ يبقى فيه تحسن في منطقة اليورو. هنيجي نشوف اليورو كام؟ اليورو دلوقتي عند كام؟ عند $1.08 و96. طيب اقوى نقطه ايه نبدا نتكلم عليها الاسبوع ده؟ لازم يتخطى، يمكن زي ما احنا قلنا لحضراتكم، يمكن هو دلوقتي عند كام؟ $1.08 و96 نقطه تقريبا. يعني امتى نقول بقى اليورو هيبدا يرتفع؟ لازم يتخطى الرقم ده. مهم جدا، $1.09. مهم اكيد طبعا ان الرقم ده مهم جدا في منطقه اليورو. تخطى $1.09 هنقول و80 نقطه كمان، هيبدا نشوف مزيد من الصعود اليورو. لكن الانخفاض القوي بتاعه لازم ينزل تحت مستويات $1.07 و80 نقطة. ده بالنسبة للانخفاض بتاع اليورو مقابل الدولار. هنيجي بقى نشوف التحليل الأخير بالنسبة لنا هو تحليل الدولار ين.
الدولار ين بالنسبه لنا يمكن انا حبيت النهارده اجيبه لكم بشكل مختصر شويه جدا، ولكن الدولار خلي بالكم الفتره اللي فاتت، يمكن الدولار الفتره اللي فاتت يمكن في شهر 10 السنه اللي فاتت، يمكن الشارت بتاعنا اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، انا يمكن جايبه قدامي، يمكن كان في رقم تاريخي للدولار. الدولار وصل كام؟ اهو الدولار وصل الى مقابل الين الى 151 ين، يعني كل دولار بيساوي كام؟ 151 ين. المفاجاه بقى اللي الرقم دوت ما جاش من 30 سنه، ده كان تقريبا في شهر 11 شهر 10 السنه اللي فاتت، كان شهر 10 2022 كان رقم 151، ده كان رقم تاريخي بالنسبه للدولار امام الين، وسجل مستويات جامده جدا. تمام، دي دلوقتي نشوف ايه اللي حصل الاسبوع اللي فات. اللي حصل الاسبوع اللي فات ان هو بدا يمشي نفس الخطوه اللي جالها، يعني هو وصل كام حضراتكم؟ 151، يعني وصل لرقم التاريخ ده، ولكن من عنده بدا ينزل. معناه ايه؟ ان الدولار حتى امام الين خلال الاسبوعين اللي فاتوا او خلال الشهر بدا ينزل، يمكن بالظبط يمكن في تاريخ مثلا يمكن شهر 11 يمكن تقريبا من شهر بدا ينزل. يمكن الاسبوع دوت سجل مستويات اقل مستويات عند 140، يمكن اقل حاجه لليورو، الدولار امام اليورو. طبعا الدولار امام الين سجل اقل مستوياته عند 140 ين، والاعلى مستوياته عند 148 ين، ولكن دلوقتي عند كام؟ 142 و22. يبقى دلوقتي عند كام؟ 142 و22. معناه ايه؟ معناه النقطه التاريخيه بتاعتنا بتاعت 151، يعني الدولار امام الين لما سجل 151، من عند النقطه دي بدا ينزل، بدا ينخفض الفتره اللي فاتت، وبدا يمكن ده اقل سعر من شهر تقريبا، يمكن تقريبا الدولار امام الين من اقل يعني اقل سعر من شهر تقريبا. ده بالنسبه للتحليل، يمكن فتره التحليل بحاول كل فتره نلقي النظره عن طبعا الذهب اساسي واليورو مقابل الدولار، بحاول كل مره نغير. يعني المره اللي فاتت جبنا النفط وجبنا البترول وجبنا الفضه قبل كده، وجينا النهارده جبنا الين. ده بالنسبه للتحليل الذهب والعملات. نيجي بقى للنقطه اللي وراها. النقطه اللي وراها هي الاخبار العالميه. يمكن انا بحاول الاخبار العالميه دي اجيبها بشكل يعني مفصل وبشكل مختصر في نفس الوقت. يعني المره اللي فاتت جينا اتكلمنا عن الخبر الفيدرالي، ان الخبر الفيدرالي بالنسبه لنا هو كان قوي. يمكن جينا اتكلمنا الاسبوع اللي فات قلنا هتلاقي كل العالم مستني يوم الاربعاء. يمكن يوم الاربعاء اللي فات زي ما قلت لحضراتكم الاوكيه بتاعت الذهب كانت بالظبط اثناء الخبر كانت 1982 دولار، وصعدت الى كام؟ بالظبط 2040، ده خلال ساعه ساعتين. يعني بتوع محلات الذهب قاموا الصبح، يعني كانت الاوكيه 1982، تاني يوم الصبح وصلت كام؟ ارتفعت وتخطت المستويات، يمكن اعلى سعر وصل الاوكيه حوالي 2047. طيب هل السؤال بقى هنا بقى، هل في حد فينا كان متوقع ان الذهب يرتفع؟ طبعا ما كانش حد متوقع. ليه بقى؟ ان الخبر جه عكسي على الدولار. الخبر اثر في الدولار، طبعا خلى الدولار ينزل امام سله العملات. يعني الخبر بتاع الفدرال يمكن كان في خبر كمان يوم الثلاث اللي قبل التضخم اثر على الدولار، ولكن مين استفاد؟ هتلاقي الذهب استفاد في القصه دي. يمكن انا جايب لحضراتكم احصائيه قويه جدا. شوف مؤشر الدولار بقى امام العملات، يعني مؤشر الدولار انا جايبه لكم امام اقوى الثمان عملات بتاعتهم وامام الذهب. طبعا امام الذهب خلاص هو الذهب ماشي في سكه دلوقتي في تحسن، ولكن بقى تعال نبص ايه اللي حصل في الدولار الاسبوع ده والاخبار بتاعتنا اللي هتاثر معاه ولا لا. يمكن انا جايب لحضراتكم هنا دي طبعا الاسعار، ولكن انا اهم حاجه عندي جايب لكم الشرح ده. الشرح ده مهم جدا. يعني لو جينا شفنا الدولار عالميا اهو، هو اتحسن امام ايه؟ هو اتحسن امام طبعا الدولار الكندي والدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي. يبقى الدولار تحسن امام الثلاث عملات دول. مقابل ايه بقى؟ يعني شوف السهم الاحمر ده معناه ان الدولار كان منخفض، يمكن اقل انخفاض كان قدام الياباني، بعد كده الفرنك، بعد كده بدأ، ولكن قدام اليورو يمكن الباوند كمان، ولكن امام اليورو طبعا كان منخفض بشكل قوي جدا. معناها ايه؟ معناه ان الدولار الاسبوع اللي فات كان منخفض امام سله العملات. ده بالنسبه للاحصائيه دي مهمه جدا. يمكن انا جايبها لكم اهي، يمكن الدولار في النص ولكن كل دوت منخفض. معناه الدولار الاسبوع اللي فات كان منخفض. لو جينا شفنا حتى امام المؤشر العملات، مؤشر العملات دوت هو رقم واحد اللي فوق، هتلاقي الدولار فين؟ هتلاقي الدولار منخفض شويه. هتلاقي الدولار بالنسبه لنا منخفض بشكل قوي جدا وبدا ينزل. يعني شوف حضراتكم هنا
يمكن اهو ادي المؤشر الدولار، يعني انا جايب اقوى 8 عملات، الدولار، اليورو، الياباني، الجنيه الصيني، الثمان عملات دول لو جيت حضرتك شفته هتلاقي اول عمله هي الدولار هتلاقيها منخفض. معناه ايه؟ معناه ان الاسبوع اللي فات كان فيه انخفاض قوي جدا في منطقه الدولار. ده بالنسبه يمكن التحليل بتاعنا بالنسبه او الاخبار. اتكلمنا عن خبر طبعا خلال الاسبوعين اللي فاتوا هتلاقي الاخبار مش قويه قوي يعني في السوق. ليه؟ ان الخبر بعد خبر الفدرالي بتلاقي السوق يبقى في حاله استرخاء شويه جدا. يمكن زي ما احنا شفنا يوم مثلا الاربع هتلاقي كان السوق كان قوي جدا وبدا يستمر لحد يوم الخميس. ايه اللي حصل يوم الخميس او يوم الجمعه؟ تحس ان السوق ايه، خلاص بدات تبقى في حاله من الاسترخاء، او بدا في حاله من خلاص بدا السوق يمشي عرضي. ليه بقى؟ لما تلاقي في اخبار يعني مثلا ليه اتكلمنا كتير جدا النهارده عن خبر الفدرالي؟ لان طبعا الناس كان كلها مستنياه. يمكن طبعا كل الناس كان مستنياه. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نبدا نكمل برنامج. سنعود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا. طبعا بقى نيجي للفقرة الأخيرة، هو التدريب في البورصة. يمكن احنا قريبا إن شاء الله يوم 5 يناير في فندق توليب في اسكندرية عندنا التدريب في البورصة. عاملين تدريب لمدة 3 أيام، هيبقى يوم 5 يوم 12 يوم 19 في اسكندرية فندق توليب. ليه بنعمل التدريب ده؟ التدريب ده هدفه إن هو الناس بدأت تتكلم عن البورصة العالمية بشكل كبير جدا. باش فيه يعني احنا عايزين نوع من الوعي للناس. يمكن انتشر الفترة اللي فاتت بقى أنا إزاي أشتري ذهب، إزاي أبيع ذهب، إزاي العملات، إزاي، ولكن هدف التدريب ده بنبدأ نبص بقى نتكلم عن البورصة العالمية بشكل مفصل جدا. إيه البورصة العالمية؟ إيه مميزاتها؟ إيه العيوب بتاعتها؟ أهم حاجة في الدنيا أي مجال بتخش فيه أو تعرفه لازم تعرف إيه مميزاته وإيه عيوب. هنبدأ نتكلم عن التحليل الأساسي والتحليل الفني. يمكن التحليل الأساسي والتحليل الفني ده من أهم الحاجات اللي بنبدأ نتكلم فيها. يمكن بدأت تنتشر الفترة اللي فاتت زي ما احنا شفنا. حتى التحليل الأساسي بتاعنا تحليل الأخبار، وشفنا أهم الأخبار، عندنا خبر في البنك وعندنا أخبار كتير جدا في الأخبار. نيجي بقى للتحليل الفني. التحليل الفني بنبدأ نتكلم عن التدريب فيه. هو بيختلف. يمكن كتير من الناس بيبدأوا يشتغلوا مثلا عندهم تحليل فني عن طريق الشموع اليابانية، عن طريق المؤشرات، ولكن يمكن احنا عندنا خطة معينة واستراتيجية معينة تانية خالص، هو عن طريق الأسعار. يمكن خلال التدريب هنبدأ نتعرف على أقوى سوق على مستوى العالم، إيه مميزاته، إيه العيوب بتاعته، هل السوق ده شغال إيه، شغال 24 ساعة، حاجات كتير جدا في مميزاته والعيوب بتاعته. السؤال المهم بتاعه التحليل بتاعه، وده الأساس. يمكن اللي داخل يتدرب معانا في اسكندرية إن شاء الله هو أهم حاجة عندنا التحليل. إزاي أبدأ خطة جديدة، أو طريقة الأسعار. يعني الأسعار إزاي، هل اليورو يصعد عند كام مثلا دولار 20، امتى ناخد قرار، امتى ناخد قرار الشراء، امتى ناخد قرار البيع. ولكن التحليل هو الأهم بالنسبة لنا، يبقى عن طريق الأسعار. بعد كده هنبدأ بقى إيه المخاطر. المخاطر وأهم حاجة في البورصة، سواء بورصة مصرية بورصة عالمية، أهم حاجة في الدنيا المخاطر. المفروض الشخص اللي بيشتغل أو بيتدرب أو لازم يعرف في نسبة مخاطر حوالي 2% من رأس مالك. في ناس كتير جدا بتحسب الواحد بيخاطر برأس ماله، لا طبعا. وهنكتب يبقى في بعض الأسئلة طبعا نبدأ نجاوب عليها، ولكن إن شاء الله يوم 5 يناير 5 و12 و19 في اسكندرية فندق توليب عاملين تدريب مكثف بشكل مكثف جدا عن البورصة العالمية. ده بالنسبة للخبر بتاع التدريب في البورصة، ده كان خبر مهم جدا بالنسبة لنا. طبعا أنا النهاردة يمكن اتكلمت في حاجات مهمة جدا. يمكن أهم حاجة عندنا خبر بتاع البنك. خبر البنك ده بالنسبة لنا مهم جدا. يمكن بعيد عليه تاني، خبر البنك المركزي المصري يوم الخميس اللي جاي دوت بالنسبة لنا مش هيأثر على حاجتين. مش هيأثر على سعر الذهب في مصر، لا مش هيأثر طبعا، إن سعر الذهب ده على مستوى العالم. السؤال المهم اللي بيسأل لي كل مرة، هل أجيب ذهب من مصر ولا بره مصر؟ هو الاعتبار محصل بعضه طبعا، إن هو سعر الذهب هو ده سعر عالمي. يمكن أنا قلت لحضراتكم السعر مهم جدا. نيجي بقى للنقطة المهمة بالنسبة لنا، وشوفنا أهم الأخبار. شفنا ايه اهم الاخبار الاسبوع اللي فات. كان في خبر طبعا الفيدرالي، وكان في خبر التضخم، ده كان خبر قوي جدا بالنسبه لنا. طبعا انا قبل ما اختم لازم اشكر طبعا التصوير في قناه الحدث، استاذه فاطمه ومؤمن، وطبعا استاذ احمد. كل مره احنا بنتعاون في موضوع الشرح ده، ولكن بشكر جميع قناه الحدث، واشوفكم الاسبوع الجاي في برنامج الفوركس مع بشير. والسلام عليكم.